هقول لك على حاجه عشان ما تجيليش العياده مره تانية، تجيلي مره واحده ما تجيليش مرتين. التعليمات اللي بنقولها وقت الكشف مهم جدا تلتزمي عليها عشان ما تضطريش تعيد الكشف تاني كمان 6 شهور. يعني ايه يا ست الكل؟ يعني حضرتك جيت العياده عندك خشونه درجه عاليه، قلنا هناخد علاج وهنعمل علاج طبيعي وحقن الركبه وهنتجنب ان احنا نعمل عمليه تغيير مفصل. سليم سليم. قلنا هنقلل الوزن، وقلنا انك هتعملي تمارين منزليه في البيت، ده الواجب بتاعك. طيب، العلاج جاب نتيجه والعلاج الطبيعي جاب نتيجه والحمد لله ما اضطرناش نحقن الركبه، يبقى الحمد لله. طيب، اتحسنا جدا ومبسوطين وتحسن 80 90%، تمام. قلنا شهر نعمل تمارين منزليه في البيت نواظب عليها اللي دكتوره العلاج الطبيعي حفظتها لك، وحاولي تخفي وزنك على قد ما تقدري وتقعدي صح، ما تتنيش ركبتك قدر الامكان. واتفقنا على كده ومضينا عقد انا وانتي و2 شهود وبصبناكي عليه. تيجي لي بقى بعد 4 5 شهور تقولي لي ركبتي رجعت توجعني تاني. طب يا ست الكل بتعملي تمارين؟ لا. طب العلاج الطبيعي وقفته؟ طب العلاج لما خلص ما كررتوش تاني؟ طب القعده؟ لا والله يا دكتور لسه بطلع وبنزل السلالم اصل انا ساكنه في الرابع. طب هعمل ايه؟ طب الحقن ما بحبوش. طيب نعمل ايه؟ ولا حاجه، هنعيد اللي احنا عملناه كله من اول وجديد. وده احسن سيناريو، لان في سيناريو تاني ان المفصل يقفش عليكي ويقفش علينا وساعتها ما يبقاش في حل غير ان احنا نغيره. فيبقى الاحسن نلتزم بالتعليمات اللي بنقولها وقت الكشف، لان ده الواجب بتاعك اللي حضرتك المفروض تعمليه. ما تتسهليش في الواجب ده، وحاولي تجبري نفسك على انك تسمعي الكلام وتدخلي عادات جديدة تفيدك وتحافظ لك على مفصلك. وفي الختام كالعادة افتكروا ان احنا هنعيش مرة واحدة، حاولي تعيشيها بصحة وسعادة على قد ما تقدري، الدنيا ضلمت. وافتكروا دايما ان الامل موجود. وسلام عليكم.